السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل فيديو جديد. انا معلش ما عملتش في رمضان لظروف إن كانت عندي. النهاردة هنعمل فيديو جديد. هنعمل الهدية اللي هنقدم فيها العيديات. حاجة بسيطة عندنا متوفرة في البيت، ومش هتكلفكم حاجة خالص، يعني حاجات بسيطة جدا. الماتيريال اللي موجود عندنا اللي هي كوبايات بتاع الشاي ديت الورق، الكوبايات الورقية. وهنجيب شوكولاتات بانواع مختلفه، اي انواع عندكم. بصوا العلبه دي شوكولاتات اهي، الشوكولاتات دي. وهنجيب اللي هو البلاستر اللي هو البرونزي ولمع، يعني بالوان الطيف دي، الالوان اللي هي المبهجه. وهنجيب بلالين، ده عشان طبعا احنا هنقدم العيديات ديت للاطفال. وهنجيب، بصوا الشكل والجمال. وهنجيب بقى طبعا الفلوس 1000 جنيه كده، نفكهم عشرينات، ولا زي ما انتوا هتدوا، اللي يحط 50 يحط، اللي يحط 100 يحط، كل واحد على قد امكانياته طبعا. معانا مسدس الشمع. وهنعملها ازاي بقى؟ انا هوريكم هنعملها ازاي. هاتي الكنوم. هنجيب كوبايه اهي. طبعا ولاء بنتي هي اللي بتعمل الحاجات دي عشان عندها حاسه فنيه عاليه طبعا، ورثاها. وهي وانس ابنها وارثين الفن مني طبعا. هي قصة اللي هو الداير بتاع الكوبايه اللي فوق. بصوا سهل جدا. هتحط فيها ايه؟ انواع الشوكولاتات اللي انا قلت لكم عليها. وهتجيب ال 20 جنيه، وهتبرمها اللي انتوا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنحط بالونه بقى عشان دي اطفال صغننه، يعني الاطفال الصغننه بتاع العيله. هنلزق اللي احنا قصيناه من الكوبايه بمسدس الشمع، نعملها زي ايد ثبت، كانه ثبت يعني. بصوا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ونعاد عليكم يا رب بألف خير، ونتقابل كده كل سنه مع بعض، ونعمل افكار حلوه ان شاء الله نفوق كده. ونعمل لكم افكار حلوه كده جديده تستفيدوا منها. برضو اعاده تدوير من الحاجات اللي انتوا ايه ممكن خلاص شربنا الشاي وهنرمي الكوبايه، فلا نستفيد بيها في حاجه. لزقناها لا، حطي الاول بالونه. حطت بالونه، وحطت انواع الشوكولاتات، وحطت الفلوس ايا كانت بقى. ان شاء الله حتى 10 جنيه، ان شاء الله يا ربي 5 جنيه ان شاء الله يعني. الهدايا بس، الشوكولاتات بس، على كل واحد وامكانياته. وبكوبايه الشاي الورقيه. وهنعمل بقى احلى شغل. وبتاعت شيكرتون او اهي. الشيكرتون دي مش عارفه انتوا بتقولوا عليها اسمها ايه، بس هي بتاعت لزق يعني. اللزق ايه؟ ديسكو. لزق ديسكو ده اللي بيلمع، ده بتاع الهدايا طبعا. بتاع جريد. طبعا كل واحد بقى يبدع. والشريط ده اسمه ايه؟ مش عارفه الشريط ده اسمه ايه. اعياد الميلاد، اللي هو ده، اللي هو ده بتاع اعياد الميلاد. المتر فيه بكام؟ حسب 9 جنيه تقريبا. المتر فيه ب9 جنيه. يعني لما نيجي نحسبها ونلاقي المتر ب9 جنيه، وصباع الشمع ب2 جنيه ونص او ب5 جنيه، والشوكولاتات برضو مش هتعدي ايه ال30 جنيه، وهتعملي كمية كبيرة من الهدايا. بنقطع حتة برضو كده. تبقى عملتيش ده زي دول ليه؟ بصوا. ونعمل بقى فيونكات اهو. وممكن نعمل كده من غير ايد. ده من غير ايد اهو، من غير ايد. خلاص هي لزقتها اهي. بصوا عملت على الايد بس، الايد من فوق، وعملت عليها من تحت اهي. وخلاص بصوا المفتوحه اهي، عشان ايه العيال يبقوا يشوفين الحاجه بتاعتهم مبسوطين بيها. هيفرحوا بالثبت ده قوي قوي. وممكن نحط على الثبت ده، نحط عليه الورق الفوم اللي هو الملون، اللي هو خدي واحده اهي. اعملي بقى شكل جديد. بصوا هتعمل شكل جديد بقى. ايه
ما تتكلمي بصوت عالي عادي. في فيديو تاني بقى عشان لسه هعمل بناتها. هخلص الولاد كلهم شبه بعض والبنات حاجه تانية. دي للولاد ولا البنات؟ دي للولاد. دي للولاد. هتعمل للبنات برضو شكل تاني. لا هيبقى في نفس الفيديو، مش مهم يعني ان هو نفس الفيديو. اعملي واحدة للبنات، خلصي دي واعملي واحدة للبنات. بصوا بتبرم ما تطبقيها كده يعني، واحدة مبرومة وواحدة متطبقة انا حاسه لا. اهي. انا ما نزلتش من زمان قوي على بصوا الجمال. هي فكرة حلوة عجبتني والله، هتفرحوا بيها العيال وفي نفس الوقت بتبقى ايه تقديمة شيك كده حلوة، كأن انت بتعملي اسبوع للعيال الاطفال الصغيرين تفرحيهم. بصوا احنا عملنا بقى ايه، عملنا بنين، ودي بقى البنات اهي. عملنا البنين الازرق والبنات الموف. بصوا هو نفس الشكل ده البنين اهو. بصوا نفس الطريقة. حطينا في الكوباية 20 جنيه، لان احنا عاملين كتير، عاملين فوق 25 او 30. فحطينا 20 جنيه والبالونة والشوكولاتات. بعد كده هي بتقفل. بعدين جابت اللي هو الكور اللي اسمها ايه دي، معرفش، هي كور عاملة زي البتاع كده. بتتباع في المكتبة ب5 جنيه. المهم هنلزق بقى ايه الشريط بقى بتاع البنين البنات الموف. فهي بتعمل شكل جديد اهو. بصوا رقيق وبسيط وشكله حلو قوي، لان البنات بيحبوا الرقه يعني. فاحنا عاملين اشكال مختلفه يعني. بصوا هذا شكل، انتوا بقى ايه فننوا بدعوا، وده شكل اللي عايزه تعمل لاولادها تعمل وتفرحهم اهو. وده شكل. مش مثلا ما فيش متاح ان هي تجيب كوبايات، تجيب ورق ورق مقوى يعني، ورق اللي هو ورق الرسم. انتوا عارفين كراسة الرسم بيبقى ورقة تخين شوية، وتعمله على شكل دايرة كده، وتقفلها من تحت وتعملها من فوق نفس الشكل، هيبقى نفس الشكل بالظبط اهو. بصوا كده يبقى خلصت الفيديو. انتوا بدعوا بقى، وكل سنة وانتوا طيبين واولادكم بصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.